كان يدعي سيدنا عبد الله بن عمر إذا أصبح فيقول: اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه في الغداة، يعني الصبح بدري، ونورا يهدي ورحمة تنشرها، ورزقا تبسطه، وضرا تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها. اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه في الغداة. فبيقول له: يا رب، أي خير هتقسمه للناس من الأرزاق المادية والأرزاق المعنوية والأفكار وحلول المشاكل والخطط المستقبلية والشفاء، الأفكار حتى اللي فيها شفاء لما في الجسد من آلام، كل حاجة هتديها لحد هتقسمها، أنا عايز منها. وفي الإشعار بالافتقار الحقيقي لكل عطايا ربنا النافعة ورحمة تنشرها، يعني اقسم لي نور يهديني. لما تكون في حتة مظلمة وتسلط عليها النور بتشوفها على حقيقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير جميعا وفي أتم صحة وأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين يا بنات، وحشتوني جدا والله. النهاردة بقى بصوا، أنا صورت الفيديو ده دلوقتي حالا، فطلعت عشان جوايا كده كلمتين عايزة أتكلمهم وأفضفض معاكم. بس أتمنى إن يعني تفهموني ومحدش يزعل مني. بصوا كده، لما دخلت عند الحمام لقيت الحمامة الكريزلي اللي هتشوفوها دلوقتي قدامكم دي، اللي هي قدام دي المنقطه البيضه، هي دي اهي اللي قدام، اللي منقطه بيضه، اللي منقطه قصدي البيضه منقطه باسود. فالحمامه دي ليها عندي كام سنه بصراحه، من الحمام العزيز عليا. فطلعت لقيتها رقبتها بتتلوي كده مره واحده. فالمرض ده يعني معروف طبعا للناس اللي هي بتربي الحمام، مرض خطير جدا اسمه مرض الروشه. المرض ده يعني نادرا كده لما بتطلع منه باصابات يعني خفيفه عندك في الحمام. هو بيموت الحمام كله اللي عندك. انا بقى طلعت بالفيديو ده عايزه اتكلم شويه. طبعا انا مش قاصده ان ازعل اي حد بكلامي. والله انا بحبكم وناس كتير بتحب لي الخير، بس طبعا زي ما انتم عارفين ان بيبقى في ناس بتبص للحاجه دي بصت يعني استكتار. بصوا الحمامه زي ما انتم شفتوا طارت، ما عرفتش تطير، وجعت تاني. تمام. فربنا يستر يا رب، والحمام ما تظهرش فيه حالات تاني، ودي تكون يعني اول واخر حاله يا رب. الحمام بقى اللي انا صورته واللي انتوا شفتوه ده اكتر من نصه. انا مشترياه تقريبا كده من شهر ونص. اشتريته. اشتريته في وقت انا كنت ناويه، يعني ناويه ان انا ابيع الحمام اللي عندي بسبب الغلو بتاع الغله والاسعار والخسائر اللي انا بخسرها. يعني بنجيب غله، تمام، ما بناكلش من الحمام زي ما بنصرف عليه. والله هي مره او مرتين ممكن في السنه ناكل منه، تمام، يعني ما يجيش 1% من المصاريف اللي احنا اصلا بنصرفها عليه. طب بتربيه ليه يا رحاب؟ بربيه عشان انا هاويه الحمام، هاويه الطيور. انا بحب اربي طيور، مهما اخسر احب اجيب طيور واحب اربيها. فالمهم، ف فاتعرض قدامي يعني حمام جمعيات اللي هو الرمادي، اللي هو بيقولوا عليه حمام جبلي. فالمهم، برغم كل الخسائر ومحمود بيصرف مصاريف كتير، تمام، والله جبت الحمام ده وقلت برضو اجتهد في شغلي، يعني في الشغل بتاعي، بحيث ان برضو ما تجلش على محمود جامد، لان كتر خيره في المصاريف وحاجات كتير والتزامات على محمود. يعني بقيت اعمل حاجات كتير وابيعها اونلاين بسبب ان انا اصرف على الحمام ده، اقسم بالله. هوريكم حاجه دلوقتي هتشوفوها. طبعا اي حد هيشوفها يقول رحاب دي يعني ايه. زي ما بيقولوا متنغنغ كده في اكل الحمام، لان والله الكلام ده بيتقال قدامي، وهقول لكم ايه كمان حاجات اللي بتتقال قدامي. بصوا بقى، المكان ده حط فيه زغاليل هتبعها، ده انتاج ما شاء الله. انتاج ايه؟ الانتاج بتاع الحمام من سنة تقريبا، يعني فاهميني؟ يعني كمان السنة اللي فاتت ممكن اكون اكلت منه اكلة واحدة بس. وذبحت دلوقتي يعني دولة من انتاج السنة دي، وذبحت جوز من 10 ايام كان كده، يعني كان في رمضان بس لسه ما عملتهوش. ليه بقى بصور لكم الحمام ده؟ حبيت برضه اصوره لكم عشان افهمكم حاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمام ده انتاج من سنة تقريبا. بنصرف على الحمام ده كل شهر غلة في حدود 900 ألف جنيه غلة. احنا الفلوس دي لو هنروح نشتري بيها حمام زغليل هناكل شهريا، كل شهر هناكل حمام، تمام. اقسم بالله العلي العظيم.
الحمام ما بيطلع لي انتاج، تمام، غير شفتوا انتوا الحمامات اللي قدامكم دول اهو مطلع انتاج، وفي كمان جوه كام زغلول تقريبا جوزين ثلاثه لسه يعني صغيرين، في السنه كلها ممكن يطلع لي انتاج او اتنين ناكل يعني ناكل منه اكله، تمام، يعني ما يجيش 1% من المصاريف اللي احنا بنصرفها. ليه انا بقول لكم الكلام ده؟ لان انا بسمع كلام كتير يضايق، وناس مش بتسمي ولا تكبر. والله يا جماعه تربيه الحمام عندي دي هوايه. الانتاج كله اللي انتوا شايفينه ده من الحمام، اقسم بالله الانتاج ده مش من عندي. اللي هو جوه العشه، اللي هو اللي في العشه دي انتاج من عندي من الزغاليل، وزي ما قلت لكم بيطلع مره او مرتين في السنه كلها، تمام. لكن الحمام الكبير ده اقسم بالله كله مشترياه. مفيش غير هو الجزء الاحمر، في جزء احمر كده كنت مصوراه معاكم بيض وطلع زغاليل، ده قاعد هبقى اوريه لكم لسه بس ما باضش عندي، كله مشترياه. يعني الحاجات دي، يعني في ناس تجيب حمام ما شاء الله لا قوه الا بالله وتكبر الانتاج ده من عنديها. لا انا بروح اشتري حمام عشان انا هاويه وحابه ان انا اربي حمام، يعني في عز ما بخسر وكده لا، هربي وهشتري، تمام. ففي ناس فاكره ان يعني ان الحمام ده كله طالع عندي، مفكره بقى ان انا كل شويه بقى يعني اكله الحمام اللي بعملها دي من عندي. اقسم بالله في عزايم هوريكم صورها لو قدرت يعني في الفيديو ده اوريكم صورها، اقسم بالله العلي العظيم العزايم اللي فيها الحمام دي، اقسم بالله الحمام ده انا مشترياه، مشتريينه للعزايم. ده مش من طالع، مش طالع يعني مش طالع من انتاج عندي. زائد ان في حاجه، اخواتي عندهم جروب للاكل البيتي، وانا برضو عندي جروب، ففي حمام يعني بيعرضوه للبيع وحاجات زي كده. ففي ناس مفكره ان الحمام اللي بيعرضوه ده انتاج من عندنا وانتاج من عندي. الحمام ده اقسم بالله مشتريينه من تجار وبيبيعوه. فيعني اللهم صل على سيدنا محمد، ما تغركمش يعني المظاهر دي. وطبعا انا والله مش بعمم ولا بجمع الناس، انا بس فئة معينة بتضايقني بكلامها حبيت اوضح لها ده، عشان بس يعني ما تغرهمش المظاهر. انا عايزه ارجع كده اصور في محتوايا بدون ما تحصل عندي كوارث. انا لو احكي لكم على الكوارث اللي بتحصل مني والله يعني هصعب عليكم. بصوا الحمامه دي في عز ما هي غاليه عليا وعزيزه عليا، المهم رميتها من فوق، طبعا شلت الريش بتاعها. هتقولي لي حرام عليك وعملت ليه كده؟ الحمامه دي صعب ان انا اعالجها، انا مش عارفه اعالجها عشان اخليها في سطوحي. لو في امل ان انا يعني الحمام اللي عندي يعيش، مش هيعيش بسبب المرض ده، لان المرض ده خطير جدا. فانا شلت الريش بتاع جناحها بحيث انها ما تقدرش تطلع لي، لان طبعا عارفه مكانها، ورميتها من فوق. طبعا اي حد هيشوف رقبتها بتتلوي هيعرف انها مريضه مش هياخدها، فاهمين؟ فدلوقتي انا ما بعرفش اذبح، ماليش ان انا يعني امسك يعني حاجه اذبحها. على فكرة المرض ده عادي ان انت ممكن تذبح الحمام وتاكليها، بس برضو مش هينفع ان احنا ناكلها، يعني مش خطير ولا يعني هو عادي يعني المرض مش حاجة وحشة ان انت تذبحيها وتاكليه، فاهمين وجهة نظري؟ لكن انا مش هقدر، ومش هقدر برضو ابعتها عند الفراجي، فاضطريت ان انا اعمل الحل ده. حاسة بالذنب ومتضايقة بس والله غصب عني، لان الحمام كله اللي عندي هيموت. بص بقى، والقفص اللي فيه الفراخ ده اللي صورته معاكم، اللي فيه الكتاكيت، انا كنت جايبه كتاكيت مربياها، وبرضه جبنا علف وغله وصرفنا عليهم كتير، وكنت جايبه معاهم جوزين بط. بعد ما كبرنا فيهم المهم طلعت في يوم رحت لقيت جوزين، لقيت جوز بط مفترسينه وميت. ده طبعا من ضمن الخسائر اللي بتحصل عندي في الطيور. بصوا تقريبا كده كل حاجه صورها بتحصل فيها كارثه. من فتره عملت مشروع اكل البيتي والله في حاجات ما كنتش بحب احكيها، بس انا هحكي لكم الحاجات اللي بتخلي الواحد برضو ان هو محبط ان هو يصور، برغم ان انا بحب قناتي جدا وبحب التصوير وفي عندي هدف نفسي احققه من ناحيه قناتي، وان شاء الله ربنا يكرمني. فمن ضمن الحاجات كنت عامله مشروع اكل البيتي، وصورت بقى الاكل البيتي اللي انا عملته. في نفس اليوم وقعت الشاشه، وقع الموبايل، جاب شاشه صرفت عليه 600 جنيه. يعني كده انا تعبت واتقطم ظهري والمكسب راح. قلت الحمد لله ربنا يعوض انها جات الحمد لله في الموبايل. اسبوع تاني ورحت عامله ايه، ورحت عامله اكل بيتي تاني وصورته برضه. ماشي، طبعا الناس شايفه المنظر اكيد بتخيلوا المكاسب اللي انا بكسبها من ورا الحوار ده، اقسم لكم بالله. وانا بجيب الطلبات، يعني كان بكره لسه هعمل اكل البيتي، فراح الموبايل وجع وجاب شاشه وصرفت عليه 600 جنيه تاني. يعني من قبل ما اشتغل المكسب ايه بتاع اصلا بتاع الاكل اللي انا عملته ده للعزومه راح. فقلت برضو الحمد لله مش مشكله ان جت في يعني ان جت في الموبايل. فانا بتمنى اي حد بيحبني اي حد بيكرهني
يسمي ويبارك على حاجتي، والله ربنا هيبارك لكم في حاجتكم. ايوه انتوا ممكن تحسدوني واتاذي بسبب الحسد ده، بس ربنا مش هيبارك لكم، انتوا برضو هتفضلوا طول عمركم باصين عليا بحسد. ارجو بالله عليكم ما حدش يزعل مني، انا والله منزله الفيديو ده لفئه معينه بس عشان تبعد عن يعني عينيها كده بس عن فيديوهاتي وحاجتي. ربنا والله كل واحد ربنا يعلم بيه بالخسائر اللي عنده، ومش كل حاجه حلوه كده بتشوفها قدامكم حلوه، ده احنا بس محتوى بنقدمه فبنبقى عايزين نظهر الحلو، لكن كل حد عنده يعني عنده في حياته هموم وحاجات، فمش معقول يعني اي حد مبسوط وزي ما الحياه وردي كده قدامكم والشمس الحلوه دي والزهوريه الحلوه ام ورد دي، فلا يبقى الحياه كلها ورد، لا والله. ربنا كده يسهل حياتنا يعني جميعا، ويبعد يا رب عننا كل شر. كل شر ايه بس كل شر. فبالله عليكم ما تزعلوا مني، حقكم عليا. بس برضو وحشتوني وحبيت افضفض معاكم يعني. دي بقى كانت مخبوزات انا عملتها للمشروع برضو بتاعي. وفي حاجة عايزة اقولها، اقسم بالله ما عملت مخبوزات لبيتي ولا اهل بيتي بسبب ان احنا عندنا واجب، وما حبيتش ان انا اصور معاكم المخبوزات دي عشان طبعا دي هتبقى فرحة للعيد. فبنت عمة محمود زوجي متوفية، ادعونا بالرحمة، فدي كانت عزيزة يعني علينا وغالية عليه، فما ينفعش كنت اظهر يعني معالم الفرحة بتاعت العيد يعني في قناتي بسبب الواجب اللي عندنا ده. وزي ما قلت لكم ما عملتش والله خبيز لعيالي ولا اهل بيتي، كل الخبيز ده اللي قدامكم طبعا كنت مصوره، كان في خبيز تاني برضو عاملاه، ده كان جزء منه يعني. فده كان جزء من الاوردرات اللي انا طلعتها، ما شاء الله اللهم بارك. فان شاء الله باذن الله بتمنى كده ان شاء الله الايام اللي جايه هعمل معاكم فيديوهات حلوه ان شاء الله بالوصفات دي. فأرجو من أي حد بيشاهد المحتوى بتاعي يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم زيد وبارك. هتلاقي ربنا بارك لي وربنا بارك للي بيشاهد، وربنا يا رب يزيد الجميع من فضله ويكرم الجميع بكل خير يا رب العالمين. فأنا بتأسف مرة تاني، ما حدش يزعل مني بالله عليكم، وعايزاكم تشجعوني علشان أرجع أصور تاني بدل ما أنا محبطة كده. تعبت جدا عشان أخلي السطوح بالمنظر ده، فكنت بحلم إن أنا أصور لكم حاجات كتير حلوة. فيعني اكيد انتوا هتحسوا بيا انا مش بصور، اكيد طبعا في ضغوطات كتير حاصله معايا مخلياني انا ما بصورش. فعايزاكم تشجعوني بالله عليكم عشان يعني اصور لكم حاجات مبهجه كتير وحاجات حلوه ان شاء الله، واشتغل بقى في شغلي ومشروعي والاكل البيتي والظهور بتاعتي الحلوه كنت شغاله فيها اجيبها تاني ان شاء الله في السطوح. فدعواتكم ليا بالتسهيل، ربنا يا رب يسهل لنا كل امر واياكم، ويسعد يا رب الجميع بكل خير. تشجيع حلو في التعليقات، وارجو محدش يزعل مني. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.